المنافية لإصابتها بفيروس الحمى القلاعية، برغم إعلان مديرية الطب البيطري بالمحافظة عن انحسار الإصابة بالمرض. في بورسعيد أيضا تقدم النائب علي ضرة عضو مجلس الشعب باقتراح للمجلس المطالبة بضم ضحايا أحداث استاد بورسعيد إلى قائمة ضحايا وشهداء الثورة، وأن يحصلوا على نفس استحقاقات شهداء الثورة. معي من بورسعيد الصحفي أحمد الجمال. أستاذ أحمد، أولا يعني زيادة حالات النفوق مع إعلان الطب البيطري عن انحسار المرض، هل من تفسير من مصلحة الطب البيطري؟ نعم الزميل كارم، يبدو أن جزئية الطب البيطري والأفرع الموجودة في المحافظة ظهر بها تقصير، لأنه برغم إعلان المديرية في بورسعيد صباح أمس أن معدلات الإصابة بمرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية بدأت تتراجع، إلا أنه تم كشف نفوق 6 حالات جديدة مساء أمس بأحد الحظائر الخاصة بمنطقة جنوب بورسعيد، ليصل عدد الحالات النافقة إلى ما يتعدى إلى 200 رأس ماشية، في الوقت الذي قارب فيه عدد الإصابات إلى 500 رأس. وكانت تصريحات المسؤولين عن الطب البيطري في بورسعيد تؤكد على انحصار المرض في منطقة بعينها بالمدينة، وأنهم جادين في توزيع التحصينات على المزارع، وأن المدينة آمنة تماما وفي إطار المسموح، حتى فوجئ المزارعون بالمرض يحصد أرواح ماشيتهم، ما أدى إلى تدافعهم بشكل يومي على المديرية بطلب التعويضات المالية. طيب أستاذ أحمد، يعني بالنسبة لضحايا أحداث بورسعيد كانت هناك مطالب عديدة في السابق بضمهم إلى قائمة شهداء الثورة، ما الذي يدعو النائب علي ضرة الآن إلى تكرار هذا الطلب؟ الذي دعا النائب علي ضرة عضو مجلس الشعب لتكرار هذا الطلب هي مبادرة لتقريب وجهات النظر وبعد الحساسية الجديدة والتي وضعها والتي أنشأها بعض الإعلام الذي أثار الفتنة بين بورسعيد وبين شعب المحافظة وبين أهالي المحافظات الأخرى وخاصة القاهرة. فكانت المبادرة منه لضم كل ضحايا أحداث استاد بورسعيد وخاصة من التراس أهلاوي إلى شهداء الثورة لتعويضهم ب100,000 جنيه لكل ضحية. وقال علي ضرة أن الضحايا في الأحداث التي كانت ثورة يناير بسبب امتداد الانفلات الأمني الذي صنعه وما زال يصنعه أذناب النظام السابق بهدف إجهاض ثورة الشعب، ولكن ليست هناك حتى الآن أي مقدمات لقرار معين في هذا الشأن. نعم، هذا كان طلب إحاطة تم تقديمه صباح اليوم على حد تصريحه لنا. الزميل كارم، أود أن أنقل لك خبر عاجل، وهو اشتعلت النيران للمرة الثانية خلال شهر واحد في مبنى دار الخدمات بالعائلة المقدسة الكنيسة الخاص بالكنيسة الأرثوذكية في بور فؤاد، وانطلقت إلى هناك 3 سيارات للإطفاء من الحماية المدنية، ولكن في هذه المرة النيران اشتعلت في المبنى الجديد وأتت على مجموعة كبيرة من الأخشاب القديمة والملابس بالمبنى الذي يخدم أكثر من 20 من المسنين في دار نزلاء العائلة المقدسة لكنيسة الأرثوذكس في بورسعيد. وتلقت غرفة عمليات قوات الحماية المدنية في 11 من صباح اليوم بلاغا يفيد نشوب حريق بدار الخدمات المذكور، وانتقلت هناك سيارات وتمكنت إلى حد كبير من السيطرة على النيران بعد 3 ساعات. وأفادت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وتحرر منظرا بالواقع وأحيل النيابة، ولكن يذكر أن نفس الدار شب به حريق هائل في مطلع الشهر الماضي ولكن في ملحقه القديم. وأفاد التقرير المبدئي أيضا أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وأبدى عدد من خادمات الدار دهشتهن من إرجاع سبب كل حريق إلى وجود ماس كهربائي. شكرا للصحفي أحمد الجمال من بورسعيد.